والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعيت لهذا المسجد الطيب الكريم، لكن عادة يدعى أكابر العلماء، ليسوا صغار العلماء، لكني قلت اللهم اجعلها يا الله خالصة لوجهك الكريم ننال فيها رضاك. عسى أن نكون صادقين في هذه الكلمة فتطمئن قلوب وتعود قلوب إلى حظيرة الإيمان، لأننا الآن في هذا الزمان لا نحتاج إلى علماء كبار، نحتاج إلى من يذكرنا بالله، لأن البلية التي حلت بالمجتمع الإسلامي ليست من قلة العلماء، لكن ممن عرف الله فسلك الطريق إليه. نحن دائما في كل القوانين الوضعية إنما تنفذ خوفا من العقاب، إنما تطيع خوفا من المساءلة. نحن نريد عندما نتعبد الله، عندما نطيع أمر الله، نتعبده عشقا فيه، حبا فيه، فكأنك أيها الإنسان تنتقل من طاعة الخوف إلى طاعة الحب. هذا الذي نريده، هذا الذي نريد أن نغرسه في قلوب الناس. لماذا أنا دائما آتي بأمثلة بسيطة جدا؟ عندما نأتي إلى الأخ الاسم الكريم خالد عندما كان صغيرا 5 سنين و7 سنين كان يأمره والده أن يحضر له كوبا من الماء، يسرع بتلبية الطلب. عندما يطلب منه أن يذهب إلى العطار ليأتي له بخبز كان يسرع، فأقول له يا خالد لما هذه السرعة؟ يقول لأنني أخشى والدي له عود من الرمان إذا ضربني به أثر هذا العود على جسدي، فكان يطيعه خوفا. لما أصبح خالد بسم الله ما شاء الله بهذا العمر ووالده أصبح في زاوية إن كان من أهل الدنيا اللهم اجعل فيه البركة فيما بقي له من عمر، وإن كان من أهل الآخرة اللهم وسع مدخله. عندما يقول له الآن يا خالد اذهب فاقض لنا حاجة يا بني الدواء الذي آخذه للربو قد نفذ والساعة 1 ليلة والدنيا باردة والمطر منهمر. يقول يا ولدي لقد انتهى الدواء، فهلا بحثت لي عن طريقة نحضر بها دواء؟ يقول له حاضر يا بابا. ينزع اللحاف من جسده ويذهب يبحث عن صيدلية ليل حتى يأتيه بالدواء، ثم يجلسه ثم يعطيه هذه الجرعة. أقول له يا خالد أما زلت تخشى ذلك الصوت وتلك العصا التي كان يلهم بها جسدك؟ يقول لي لا، كنت أطيعه خوفا عندما كنت صغيرا، لكنني عندما أصبحت شابا وأبي أصبح شيخا هرما لا يقوى على أن يرفع يده، أدركت أنا عظمة هذا الأب. كم جاع حتى أشبع، كم تعرى حتى أقسى، كم سهر حتى أنام. الآن أصبحت أطيعه ليس خوفا من عصاه، إنما عشقا وحبا، لأنني أدركت عظمة هذا الأب. إذا نحن علينا أن ننتقل من طاعة الخوف إلى طاعة العشق، إلى طاعة الحب. هذا الإله الذي دائما نتوعد بجحيمه، نتوعد بلظاه، نارا تلظى لا يصلاها إلا
الأشقى الذي كذب وتولى. لما نحن نخوف؟ لما نعيش بين خوف فقط؟ أين الرجاء؟ أين الرحمة؟ أين الحب؟ علينا أن ننظر إلى هذا الإله بما بدنا به من أسباب الحياة. عليك أن تنظر بالمرآة فتنظر إلى خلقته، إلى شكله، إلى نعم الله عليك. عندها تصبح الطاعة، تصبح العبادة عشقا لهذا الإله. كنت تطيعه خوفا، تنتقل هذه الطاعة من الخوف إلى الحب. ولذلك الكأس إخوة الإيمان، الكأس إذا امتلأ ماء صعب عليك أن تضع فيه زيتا إلا إذا أفرغت منه بالقدر الذي تضع فيه الزيت. القلب إذا امتلأ حبا لله لم يبقى فيه مكان للخوف منه. نحن متى ننتقل من حب الخوف، من طاعة الخوف إلى طاعة العشق؟ لذلك العابدة التي عرفنا فيها من هي العابدة الزاهدة الورعة التي قالت نسيتم اسمها؟ رابعة. ماذا كانت تقول؟ إن حبي لله قد ملأ قلبي فلم يبق فيه مكان لخشيته. طيب متى إخوة الإيمان هذا متى يحدث؟ هذا متى يحدث؟ عندما تتعبد الله لأنه رب يستحق العبادة. أنزل عليك قرآنا، هل قرأته لتتدبر معانيه؟ هل قرأته لتقف على أسراره؟ نحن نرى ولله المنة والفضل المدارس القرآنية انتشرت في كل مكان. هذا يحفظ 10 أحزاب وهذا 20 حزب وهذا ختم القرآن. طيب أنا بالله أقول لكم أنتم جميعكم أسيادي، لكن أنا سألني أحد الأحبة قال لي سبحان الله هذا القرآن كم فيه من تناقض؟ قلت له حاشا للقرآن أن يكون فيه تناقض. قال لي ها يا سيدي أنا بدي أجيب لك آيتين فيهم تناقض. قلت له هات نورني. فقال لي الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب لما لا يؤمنون يا الله؟ لأنني ختمت على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وخرب بيتهم ولهم عذاب عظيم. إذا كيما دمت أنت قد ختمت على قلوبهم يا الله كيف يدخل الإيمان إليهم؟ إذا أنت الظالم يا الله، وأن ذاك الذي يدعي هو مؤمن لكن أنت الذي أغلقت عليه القلب. شفتوا كيف يدخل أعداء الإسلام إليه؟ فقلت يا أخي فهمك خاطئ. حاشا لله، ما خلقك لناره، خلقك لجنته. والله 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 ما خلقنا لناره، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. قبل أن نشرح نأتي إلى خالد. اليوم تعلمنا اسم خالد. خالد بالله عليكم، خالد تزوج وجاء بولد، صار عمره 5 سنين. تزوجت ولا لسه؟ إن شاء الله. يأتي احكموا أنتم. يأتي يا خالد سماع علي، يأتي يدخل علي، يا علي يجي لهنا، يجي يوقف قدامه ويضربه بكفين، يرفسه بساقه ويقول له برا على روحه. بعد نصف ساعة يا علي يجي لهنا يضربه بكفين ويقول برا على روحه. أقول له يا خالد لما تفعل ذلك بولدك؟ أنا جبته، أنا حر، أنا جبته مش نتسلى. إيش نقول له؟ مهبول. إخوة الإيمان، إذا كان هذا سبب في وجود
عبده وقلنا له مهبول، فماذا عسى أن يكون الإله الواحد؟ هل جاء بنا إلى الدنيا ليعذبنا ويتلذذ بتعذيبنا؟ حاشا، إنما يتوعدنا حتى لا نقع في الذنب. أنت دائما بتقول والله إذا فعلت كذا باش نكسر لك خلقتك البعيد، إذا كنت باش نضربك، إذا تتوعده حتى لا يقع في الخطأ. لماذا؟ لشديد حبك له، لأنك تريده أن يكون مثالا يحتذى. إذا كنت أنت سببا في وجوده لم تخلقه، فما بالك بالذي خلق؟ إذا عندما ننظر إلى هذا الإله ننظر إليه نظرة الحب، نظرة العشق. إذا نعود إلى صاحبنا فقلت له لا يا أخي، إن الذين كفروا، الكفر نوعان. كفر إنما كان بسببك أنت، لأنك عقدت العزم على أن لا تؤمن. والكافر، هناك كافر لم تصله دعوة الإيمان، لم تصله دعوة الحق، مثل اللي موجودين في أدغال إفريقيا، اللي موجودين في جبال هيمالايا، اللي موجودين في أحواض الأمازون. هؤلاء لم تبلغهم دعوة الحق لتقصيري وتقصيري. إذا هذا لم تبلغ دعوة الحق ومات على كفره، هذا ليس معنيا بهذه الآية. المعني بهذه الآية من؟ هو الذي جاءته دعوة الإسلام وأصر على أن يبقى على الكفر. لماذا؟ لما يتمتع به من امتيازات، لما يتمتع به النفوذ. ولذلك قال له رب العزة: أنا دعوتك إلى الإيمان عن طريق هذا النبي، عن طريق هذا القرآن، عن طريق هذا أن تنهج هذا السلوك، لكنك أصريت لأنك أكرهت نفسك على الكفر. فأنا ماذا؟ سأختم على قلبك، فلن أسمح للكفر أن يخرج ولن أسمح للإيمان أن يدخل. إذن متى كان ذلك؟ بعد أن كفرت أنت بالذي أرسل إليك وبالذي أنزل إليك. لذلك إن الذين كفروا وأصروا على الكفر بعد أن جاءهم الإسلام يقول لهم: سواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم أصروا على أن يبقوا كفارا. وبالتالي ماذا كان من شأنه؟ أن ختم الله على قلوبهم. في الوطن القبلي أنتم تبصروا العنب، العصير العنب بجيبوا فيه أو عصير القوارص بيعصروا بالدبوزة، وبعد ما يكملوا يحطوا بغرفة زيت. لماذا المغرفة زيت؟ حتى لا يدخل الهواء إليه فيفسده، لأن الهواء فيه أكسجين، وبالتالي البكتيريا الموجودة فيه ستنشط وبالتالي يخمر. فالزيت هو كاتم. فكأن الله يقول في عملية الختم: أنني لن أسمح للإيمان أن يدخل ولن أسمح للكفر أن يخرج، لأنك أردت أن تبقى هكذا. ولذلك في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: فلما عرفوا ما جاءهم كفروا به. لماذا؟ لأنه أنا دائما أقول، أعوذ بالله من كلمة أنا. البابا شنودة في مصر القلنسوة بتاعته ب$300,000 بما فيها من أحجار كريمة وذهب و نحن من عظمة الله سبحانه وتعالى ما عندنا كبير، الكبير هو ربي. فمن عظمتك أنت ملك رئيس، من أنت؟ أمرك أن تضع أعلى ما فيك عند أسفل ما في أخيك. أعلى ما فيك وين بتحطه؟ عند ساقين أخوك. في السجود أين تسجد؟ ساعة راسك بتضرب بساقين أخوك اللي قدامك. فما عندنا كبير، الكبير هو الله. ولذلك جعل فيك ذلة وانكسارا لمن؟ لهذا الإله العظيم.
أما ذاك لا، هيلمان وطائرات وملايين إذا أنا آتي لأضع رأسي عند هذا، لا ما نقبلش. فيقول لك إن رفضت فأنا سأختم على قلبك، فلن أسمح كما قلت للإيمان أن يدخل، ولن أسمح للكفر أن يخرج. هذا هو المفهوم، والله أعلم لهذه الآية. فأنت حفظت القرآن، طيب لما رد على هذه الآية ماذا قال لك فلان وفلان؟ ما نعرفش. أدخل الشك فيك إلى أن تبحث عمن يدلك. وكذلك كان الأمر عندنا عندما سألنا من هو أعلى، فازداد يقيننا وازداد حبنا وازداد عشقنا لهذا الإله. واحد آخر ماذا قال؟ قال يا سيدي نحن كل حياتنا باطلة. لماذا حبيبي؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول والعصر. الله يقسم، والله لا يقسم إلا على عزيز غالب. فماذا قال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ما دمت في خسر لما خلقتني يا الله؟ شماتت؟ لما؟ في الأصل قبل أن نصل إلى إلا إن الإنسان لفي خسر. إذا الإنسان في خسر. طيب لما خلقتني يا الله؟ إذا ظلمتني، وحاشا لك أن تظلم، وما ربك للعبيد. لماذا؟ لذلك يا إخوة الإيمان لما تشعر بمعاني هذه الآيات، حاشا لله أن يمثل، حاشا لله أن يجعل عليه، ولكن كأنك تريد أن تقبله، أن تحضنه. لماذا؟ لأنه عظيم. فقلت لأخي الكريم، قلت يا أخي عليك أن تنظر إلى مفهوم الخسر مفهوما علميا. ما معنى ذلك؟ قلت له تعال لتأخذ. نرجع لخالد، سامحني يا خالد، نرجع لخالد. خالد درس، أخذ الابتدائية، أخذ الإعدادية، أخذ الثانوية، صار طبيب، درس بكلية الطب 7 سنوات، صار طبيب، اشتغل ليل نهار، صار عنده يا سيدي في الله، صار عنده زوز بالله، صار عنده مرسيدس، صار أخذ نصبه زلفة، وبعده صار عمره 70-80 سنة. بعد 80 بدي يخرف. فعلمك الذي بثه الله في صدرك كله راح، ورجعت ضعيف الذاكرة، وكل بعده ستموت بعد عمر طويل إن شاء الله، وسيؤول كل ما جمعته إلى غيرك. إذا أنت خاسر. أين جهدك؟ وأين إذا ضيعت كل شيء؟ أنت كل ما تحصلت عليه من علم ذهب أدراج الرياح بعد أن بلغت من الكبر عتيا، فنسيت. أنت يا سيدي لا تدخل المدرسة، بدك 6 سنوات و6 ابتدائي، 12 سنة و7 باك، 19 سنة و6 طب، 25 سنة و5 اختصاص، 30 سنة، ربما ب30 سنة يموت. إذا كل حياته اللي ضحاها خسرها، لم يتمتع طول النهار نقب عينيه بالدراسة. إذا أنت خسرت. فيقول لك عبدي إن كنت تعتقد أن الحياة هذه هي نهاية مطافك فأنت خاسر. إذا عليك أن تعلم أن هذه الحياة ليست هي نهاية مطافك، هناك حياة أخرى عليك أن تعمل لها وأن تستعد لها. فإن عملت للأولى فأنت في خسر، أما إذا عملت للآخرة فأنت لن تخسر أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لك وضبط ماذا؟ إلا إذا عليك بماذا؟ عليك بإيمان. والإيمان ما هو؟ ما وقر بالقلب وصدقه العمل.
قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكم الإيمان ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لماذا؟ لأن الإيمان عمل، الإيمان ترجمة، الإيمان صدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بلا عمل صالح لا ينفع. وبعده قال إيمان وعمل صالح، بعد إيش قال؟ قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب نحن في عنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه استوصوا بالنساء خيرا. يا رب حبيبك يقول استوصوا وأنت تقول تواصوا، طب ما هو الفرق بينهما؟ قال لك عبدي تواصوا ما معنى أن يوصي بعضكم بعضا؟ يعني أنا لست نبيا وخالد هو شرير أفاك، لا، خالد شاب مؤمن طيب ربما إن شاء الله يكون أعلى قدرا مني عند الله. فبالتالي خالد كامل وناقص وأنا كامل وناقص، أنظر إلى ما في خالد من عيوب فأدله عليها حتى يصلحها، وهو يدلني على ما في من عيوب لأصلحها، وهذا نتكامل. ولذلك قال تواصوا أن يوصي بعضكم بعضا. إياك أن تغتر بعلم بمال بجاه بسلطان، لأن كل ما عندك هي منة من الله فأعطاك هي إياها اليوم، ربما غدا ينزعها منك. وهيك أما استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ لأن المرأة هي الحلقة الأضعف. فقال لك عبدي إياك أن تتجبر عليها، إياك أن تظلمها، إياك أن تقسو عليها، فهي أمتي، أنا الذي خلقتها وأنا الذي أوجدتها، إن ظلمتها فأنا خصمك. لذلك إيانا أن نتجرأ عليها، لأنها هي أمي وهي ابنتي وهي أختي وهي حياتي. لذلك نحن خالد إن شاء الله عندما يريد أن يتزوج بدنا نعلمه بيتين من الشعر جميلين جدا. شوفوا ماذا يقول فيهما الشاعر، يقول أنت الحياة فأنت في رئة الهوى، والنور في عيني وفي قلبي الدم، ولأنت أول من أودع عندما أمضي وأول من عليه أسلم. إذا هذه هي الزوجة. لماذا؟ لأنها ابنتك وزوجتك وأختك وأمك، أنت الحياة. علينا أن ننظر إليها نظرة أخرى، نظرة الحبيب المصطفى لزوجته، نظرة الحبيب المصطفى لابنته، مش ما ننظر إليه نحن كأنها هي أمة عندك تعاملها بالغلظة والشدة والقسوة. لا، مثل ما هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا أصدق بدعوتك، أنا أفعل كل ما تريد إلا أمر واحد وهو الزنا، ما نجمش نسيبه. فقال له أترضاه لأمي؟ قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بدنا نلعب بعشانا. قال له وكذاك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك، أترضاه لابنتك، أترضاه لزوجتك؟ قال فمسح بيده الشريفة على صدري فلم يعد والله عندي شيء أبغض علي من الزنا. إذا علينا أن ننظر هذا. نعود إلى قضيتنا. إذا وتواصوا بالحق. تواصوا ما معنى بالحق؟ لأنك أن تصبر على الفجور، أن تصبر على المعصية. قال لك لا، الصبر لا يكون إلا على الحق. ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سادتنا العلماء لا نريد أن نقف على هذا لأنه يعني مجالات كثيرة. قال تواصوا بالصبر. لماذا؟ سادتنا العلماء قالوا الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على قضاء الله.
الصبر على الطاعة الطاعة تحتاج إلى صبر لأنها فيها مشقة. أن تقوم، سي خالد يقوم من صلاة الفجر ينزع اللحاف عن نفسه، الدنيا دافية والدنيا كذا، ثم ليذهب ليتوضأ، يذهب إلى المسجد ليصلي الفجر، فيها مشقة. الدنيا حارة ورمضان أقبل، وسي خالد قد منع الطعام والشراب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تجد خالد وتجدني فهو أقرب عند الله مني، لأنه شاب نشأ على طاعة الله في عبادة الله. إذا الطاعة فيها صبر. أنا بجي لعند خالد رجل تاجر بجمع دينار فوق دينار صاروا 100، بعد ما صاروا 100 بيجي يلفهم ويخبيهم، خرج يا خالد 2.5%، ما صدقنا صاروا 100، خرج 2.5%. أي صراع أعنف من أن تخرج مالا جمعته بعرق جبينك؟ إذا فيها صبر. أنت الرجل الشاب الأنيق أن تذهب إلى الحج برمله بوسخه بكذا بمشقته لتنال أجرا من الله. نظرت إلى ما فيه من تعب ومشقة لأنك لم تذق حلاوة القرب منه. متى تضحي بكل شيء؟ أنك عندما تقف بين يدي الله لتناجيه في تلك الأرض الطاهرة. هذا لا يعرف حلاوته إلا من ذاق. لذلك سادتنا العارفين ايش يقولوا من ذاق عرف، ومن عرف غرف. فأنت لما تاكل تريف ماكلة بتمجد، بارك الله، شكرا بارك الله، فإذا عجبتك بربي زيدني برفة أخرى. المؤمن عندما يتعبد الله عشقا وحبا الأمر بسيط، الأمر جميل. أنا بدي أحكي لكم حكاية عن أحد العارفين، كان عبدا. يقول مين اللي يروي لنا الحكاية هذه؟ أحد العارفين، أحد أصحاب المذاهب الفقهية، اسمه عبد الله بن المبارك. حتى نحطكم بالصورة، نحن أهل السنة والجماعة عندنا 16 مذهب. تستغربوا تقولوا عندنا مقسمة مذاهب لم تدون ولم تنتشر، وهي مذهبان: مذهب الحسن البصري ومذهب عامر الشعبي 105 و110 للهجرة. وهناك 10 مذاهب دونت ولم تنتشر، وهي مذهب الليث بن سعد، سفيان الثوري، الإمام الأوزاعي، سفيان بن عيينة، ابن شبرمة، ابن أبي ليلى، عبد الله بن المبارك. هذه تجد مذاهبهم مكتوبة، ولكن لم تجد تلاميذ لنشر هذه المذاهب. وبقيت المذاهب الأربعة هي للإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا. فأنا عندما أحدثكم عن عبد الله بن المبارك يعني قدمت لكم المقدمة لتعرفوا من هو، مش مليح، مش خالد. هذا عبد الله بن المبارك. يقول ذهبت مرة لأشتري عبدا، فذهبت إلى خان اللي يبيعوا فيه العبيد. قال فنظرت في وجوههم، قال له عفوا وقت اللي دخل قال له أعندك عبيد؟ قال له بالخال. قال فدخلت فتفرست في وجوههم، قال لم يعجبني أحد. فقلت للنخاس أي بائع العبيد، قلت أعندك غيرهم؟ قال بلى، عندي عبد به جنة توكي طريف. قال دعني أنظر إليه، أين هو؟ قال بالغرفة. قال فوالله ما إن وقع بصري عليه حتى رأيت نور الله في وجهه. إخوة الإيمان،
إياكم أن تغتروا ببياض وسواد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال فقلت، ما هو قالوا في جنة توخي تريد. قال فقلت له يا هذا، احفظوا كلمة يا هذا، يعني يا سيد، يا سيد، حتى كلمة سيد بس ما تدخلش. يا هذا متى يأتيك الصراع؟ فقال له يا سيدي كلما ذكر لحبيب اختلجت ضلوعي فظنوا أن هذا صراع. قال فعلمت أنه من الأولياء الصالحين. فقلت للنخاس كم؟ قال كذا. قال فدفعت له ضعف ثمنه. أنت بدك 10 أو 20. قال فاصطحبته، فبينما نحن في الطريق قال لي يا سيدي أعندك حريم؟ قال بلى. قال فكيف ينظر الرجل إلى غير محارمه؟ قال أدخلك إلى دهليز الدار، يعني سقيفة. قال فلما بلغنا البيت أدخلته إلى دهليز الدار. طبعا عبد المسكين ملوح بخان. قال فجئته بطعام فقلت له كل يا أخ. قال الحمد لله إني صائم. قال فتركته. لما حان وقت المغرب جئته بالطعام فقلت له يا هذا قم فكل، حان وقت المغرب. فقال الحمد لله إني طاول. والطوى هو مبالغة في الصوم عند الصوفية، وإن كان مكروها عند عند أهل الفقه. لماذا؟ لأنه فيه مشقة وإجهاد للنفس، والله يحب المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. قال فتركت الطعام ثم انصرفت. قال فجئته ليلة دون أن يشعر بوجودي. قال فوجدته يصلي ويبكي بحرقة فيقول من جملة، قال هذا اللي فهمته من جملة دعائه، قال إلهي غارت النجوم. غارت النجوم ما معنى؟ أي ذهب ضوءها، أي قرب الفجر، لأنه بالليل توا بتشوف عدة آلاف من النجوم، لكن الفجر ما بتشوف إلا النجمة قطبية. لماذا؟ لأن ضوء الفجر قد غطى على تلك النجوم البعيدة. فقال إلهي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله. إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وإن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي. ليس لي رب سواك فأدعوه، ولا إله غيرك فأرجو. عنت لك الوجوه وخضعت لك الرقاب وسجدت لك الجبال، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تغفر لي الذنب وتستر العيب وتفرج الكرب. قال ودائما أقول لكم من هو الذي يقول؟ عبد الله بن المبارك، مش أنا. قال فتركته على هذه الهيئة، على هذه الهيئة يناجي ربه، فما حبيت أفسد العلاقة هذه الصلة. قال فلما كان الصباح جئته فقلت له إيش كان يقول له؟ يا هذا إيش قال له؟ قال يا سيدي كيف نمت البارحة؟ عرف أنه مقام. يا سيدي كيف نمت البارحة؟ فقال له كيف ينام من يخاف النار والعرض على الجبار والتوبيخ على الذنوب والأوزار.
نحن أنا بحكي عن نفسي كالبهائم. إيش قال له؟ قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. دفع له ضعف ثمنه، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. فيقول عبد الله بن المبارك قال فدسست يدي في حزامي، ما بتعرف بحطوا الزنار هنا، أخرجت صرة بها مال. قال فدفعتها إليه فقلت له يا سيدي خذ هذه فرج بها كربك عسى أن يمن الله عليك. نحن بقول له 5000 بربي زدني 2000 حاجتي بهم. قال فدفعها إليه قال والله لا أخذ منه شيئا لأن الذي خلق العباد قادر على أن يرزقه. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا الورع؟ القضية ليست قضية علم، لا. هؤلاء إخوة الإيمان، نحن عندما نقف، أنا فقط جئت للدردشة لله كحديث. إحنا عندما تأتي إلى كتاب الله وتقرأ كتاب الله تقول أخي لا تحفظش، قبل أن تحفظ مر على هذه الآيات وتدبر لترى عظمة هذا الإله. إحنا لما كنا صغار نأتي إيش يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما بل لجعلناه شدها. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه. طارت اللام. لما كنا صغار نقول له يا أستاذ الله يرضى عليك اللام خطأ مطبعي. طارت اللام يا جماعة، خطأ مطبعي، هذه نسخة فيها خطأ لأننا لم نعلم لما هنا اللام وهناك ما في لام. هل وقفنا على هذا السر العظيم في اللام؟ كلنا يحفظ الواقعة، لكن كلنا لم يقف إلا من رحم ربي أمام هذه اللام اللي خربت الدنيا. اللام هي لو وقفنا إليها، طبعا خالد ما تعرفهاش، تعرفها خالد؟ يا رب يبارك لك، والله أنا لما كنت في عمرك ما عرفتهاش، عرفتها وأنا كبير. إيش يقول؟ أنتوا أهل فلاحة بسم الله ما شاء الله. نأتي إلى الأخ الكريم، الاسم شكيب، الله يبارك لك. أخ شكيب رجل فلاح، أخذ المحراث بتاعه التراكتور بتاعه، طلع للأرض بتاعه حرثها. إذا أول عمل أنه حرث، ثم بذر، ثم رش السماد، ثم ردم وشكى، ثم انتظر رحمة الله في أن ينزل المطر. ينزل المطر فيه الخير وفيه النماء وفيه البركة. يقول يا الله أسألك ببركتك، أسألك بخيرك أن تحفظ لي هذه النبتة وهذا الزرع حتى تحرسه من السيول العارية، من السيول الجارفة، من الرياح العاتية، من البرد التبروري، من النار المحرقة، حتى ينمو ويخرج، حتى يصبح جاهزا للحصاد. عند ذلك تأتي أخي شكيب، تأتي بالحصادة فتحصد هذا الزرع. فأنت ومع الله سبحانه وتعالى كلاكما اشترك في هذا العمل. أنت اشتركت في جزء والله اشترك في الجزء الأكبر. فيقول لك عبدي إياك أن تغتر وتقول أنا، إياك أنت فعلت جزءا من العمل وأنا فعلت العمل كله. أنا حميتها من السيول، أنا حملتها من الرياح، أنا حميتها من الديدان، أنا حميتها من الفئران،
أنا حميتها من ظلم الإنسان. متعدي بسيارته يطلع سيجارته ويعمل هكا، جاء الريح فحرق الأرض كلها فلم يبقي ولم يذهب. أنا حميتها لك، فإياك أن تغتر بعلمك وفعلك. أنت قمت بجزء من العمل وأنا الذي قمت بالجزء الأكبر من العمل، مش هيك؟ طيب الثانية، لماذا لم يأتي فجاء باللام للتأكيد على دوره هو؟ في الثانية ما ثماش لام. لماذا؟ قال سادتنا العلماء: الماء من أين يأتي؟ من البحار والبحيرات والأنهار. هل خلقتها يا سي شكيب أنت؟ من الذي خلقها؟ الله. كيف تكون الأمطار؟ عن طريق البخار. البخار إنما يتولد من أشعة الشمس. من الذي خلق الشمس؟ الله. من الذي أرسل أشعة حارة لتقوم بعملية التبخر؟ من الذي رفع بخار الماء ليجعله في الطبقات العليا؟ من الذي جمعه عن طريق الرياح ليتكون؟ من الذي جعله سالبا وموجبا؟ من الذي ساقه لينزل على هذه الأرض؟ هل أنت لك دور؟ هل أنا لي دور؟ إذا هل يحتاج أن يأتيك بلام التأكيد؟ لم يشاركه في عمله أحد. فلذلك يقول لك: لو نشاء جعلناه حطاما، جعلناه أجاجة. إذا هنا لجعلناه حطاما. عندما تقف لترى هذا، ألا يسجد الواحد ليرى عظمة الإله في هذه الآية؟ هل وقفنا هذا الموقف؟ لا، نقرأها ونمر. هل قرأ هذه الآية فسجد خضوعا وذلا وانكسارا لهذا الإله؟ لا. إذا نحتاج نحن أن نتدبر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ نحن عندما ننظر في هذه ننظر إلى عظمة هذا الإله، إلى قدرة هذا الإله، فنقف على هذه الآيات. بعض الأحيان نرجع إلى الآيات، نأخذ جانب آخر. وقت اللي تقلقوا قولوا لي قلقنا. الله يبارك فيكم. لا الله يديمك. وين ضيعنا نحن؟ الله يبارك فيك يا رب. والله يا أخي نسأل الله، نذهب إلى البعيد والقريب، نقول: يا رب، هل في تلك المجالس من إذا قال لي يا الله قال لبيك عبدي؟ كل واحد، كل يبحث عن رزق. هذا بس سي شكيب بروح بيجري باش يصور له من أرضه من كذا. سي خالد نحن ندور ونطوف نقول له: يا رب، حتى في هذه المجالس واحد قريب إلى الله إذا قال يا الله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، نخرج منها بهذه الدعوة. نسأل الله: ولا تبلغ الدعوة قلوبكم إلا إذا خرجت من لسان صادق. نسأل الله أن نكون من الصادقين. فأنتم وقت اللي تقلقوا قولوا لي بنوقف يا رب. هذا دليل رضا الله سبحانه وتعالى. فنحن مثلا تأتي أنت ماذا ترى؟ بتشوف الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه نقف عندها. طيب ألف لام ميم في أول البقرة، حتى أحرف هي نفسها في سورة الانشراح إيش يقول؟ ألم. ما عندناش في اللغة العربية فعل حرف اسمه أ. لا، لم، ألم، ما ثماش. العظمة فين إخوة الإيمان؟ إجا واحد سأل قال: يا سيدي، تو أنا إذا جيت لعند سي شكيب أو ريحناك شوية يا خالد،
نجي لعند سي شكيب نقول له يا سي شكيب الله يخلي لي اياك ويبارك في عمرك، وقت اللي باش تخرج انت اخر واحد اطفي الضوء. يقول لي حاضر. بعد دقيقتين نقول له بالله يا سي شكيب الله يرضى عليك وانت خارج ما تخرجش قبل ما تطفي الضوء. قل لي باهي. قلت لي وفهمت. شوية أخرى أقول له بالله يا سي شكيب الله يخليك قبل ما تخرج بجاه ربي اطفي الضوء. فك علي يا أخي، شبيني يا أخي ما نفهمش. صحيح ولا لا؟ نأتي إلى جبريل، جاء إلى الحبيب المصطفى في غار حراء، ماذا قال له؟ اقرأ. ماذا كان الرد؟ ما أنا بقارئ. فقالها ثانية اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فقال الثالثة اقرأ. فقال له ما أنا بقارئ. واحد من اثنين. بالنسبة لمستوانا الفكري، إما أن جبريل لم يستطع أن يبلغ الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يحق لجبريل أن يكون ملكا مبلغا، وحاشا لهذا الملك الطاهر أن يكون كذلك. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع عقله أن يدرك هذا القول، فاضطر أن يعيد له مرة واثنين وثلاثة، وبالتالي لا يجدر به أن يكون رسولا لهذه الأمة. وحاشا للحبيب المصطفى بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله أن يكون كذلك. إذا ما هو السر؟ هل وقف أحدنا ليبحث عن هذا؟ شفتوا كيفاش نحن عندما ننظر إلى هالجزئيات نعشق الإله. يقول ساداتنا العلماء، يقول أنت أخي شكيب، ناخذ أي إنسان عامي، يقول قال لي ما فيش حرف جاء في اللغة العربية، مو هيك؟ منين جبتها أنت؟ إذا لهجة عامية، لغة عامية، فالعامي لا يعلم العربية. العامي لا يعلم العربية. ما معنى عامي؟ يعني أمي، فلا يعلم اللغة العربية. فإذا وجدت سي شكيب الرجل العامي وجدت في جيبه ورقة ثم قلت له وهو العامي كيف كتبت هذه الورقة؟ يقول لي ما كتبتهاش. لا أنت اللي كتبتها وأنت المجرم وأنت اللي باش يخرب بيتك. لو قلت هذا القول لكل الناس لكذبوني، لأن سي شكيب رجل أمي، فإذا ليست من كتابته ما هي ليست من خط يديه. الله سبحانه وتعالى هي تخريجة جميلة جدا. عندما كرر جبريل على الحبيب المصطفى اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، ليشهد العالم جميعا أن هذا النبي هو أمي لا يعرف اللغة. ليش؟ لأن كل حرف فيه اسم وفيه مسمى. اسم الحرف اللام، الحاء، الخاء، الضاد، الراء، الشين، العين، الغين، مهم. أما مسماها هو لا، حاء، خاء، راء، أما مش الراء. فحتى يثبت للعالم جميعا أن هذا الحبيب المصطفى هو أمي لا يعرف اسم الحرف ولكن يعرف مسماه. وبالتالي هذا القرآن الذي نزل عليه ليس من صنع محمد، إنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ إذا عندما نمر على هذه الجزئيات منشوف عظمة هذا الدين، منشوف عظمة هذا الإله، فنعشق. نحن لابد أن نقف على هذه الأسرار. الأمر الذي متى يؤدى العشاء؟ 10 دقائق ما زال 10 دقائق.
ما خلفتوش بالله. إذا نعود. الله يديمكم يا رب ويرفع قدركم إن شاء الله. إذا هذه لم تكن قضية بسيطة جدا. نحن نقرأها في كتب السيرة لكن لم نقف على أبعادها. لذا ماذا عليك؟ أن تقف على هذا القرآن فتعشقه، فيؤثر في نفسك، فيصلح ذاتك، يستقيم أمرك، ترتقي عند الله، فتقل سيئاتك وتكثر حسناتك، فتصبح من أولياء الله الصالحين. نحن هكذا، نحن إيماننا يقيننا على الله ضعيف. زمانه أنا لما بيجيكم بتقول لي بالله راني أنا حاجتي بكذا وكذا وكذا، بقول لك اتق الله الله بيرزقها. إيه وتوا اتق الله. فما عجبكش الكلام. لماذا؟ لكن إذا قلت لك باهي غدوة إجا الله توا ارتحت، علما بأنني أنا ربما أموت بعد لحظة، وربما أسافر بعد لحظة، وربما أمرض بعد لحظة، ربما تضربني كهرباء بعد لحظة. فأنت تيقنت بقولي ولم تتيقن بالله سبحانه وتعالى، الله الخالق البارئ الرزاق الوهاب الفتاح العليم. شوفوا اليقين. لذلك مر أبو حازم المديني، هذا أبو حازم المديني أحد العارفين بالله في المدينة، جاء إلى مكة يطوف بالبيت، فإذا به أحد خلفاء بني أمية. تعرفوا لما بروح الخليفة وراء 20 30 50 واحد يعني حوله، فهو يطوف بالبيت، فقال له وزيره، فقال له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أبو حازم المديني يطوف. وأبو حازم المديني أحد الأولياء الأقطاب. من لم يسمع بأبي حازم المديني؟ فجاءه أمير المؤمنين، جاء إلى أبي حازم المديني. طبعا من يتحدث بلغة الملك ومن يتحدث بأخلاق الأولياء، فشافوا فقال له يا أبا حازم، يا أبا حازم سل تعطى. قال لي ايش تحب نعطيك؟ أنا أمير المؤمنين أنا. فنظر إليه أبو حازم، من منا ذاك الرجل إخوة الإيمان؟ فقال له يا أبا حازم سل تعطى. فقال له يا أمير المؤمنين أستحي أن أسأل غير الله في بيته. أنا وين؟ أنا في بيته، فأستحي أن أسأل غير الله في بيته. كما تقولوا بلع السكينة بدمها يعني. نقول فشت بيا. فكمل يطوف وعينه على شكون؟ على أبو حازم المديني، هذا أمير المؤمنين. فلما هم، ما كان في أسوار مكان، فلما هم بالخروج يعني باش يخرج من هذا، تبعه أمير المؤمنين فقال له يا أبا حازم ها قد هممت بالخروج سل تعطى. ايش قال له؟ قال له يا أمير المؤمنين ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها؟ أنا الذي ملكها كلها ما سألتوش، إنما فكيف أسأل من لا يملكها؟ بعد الظاهر بده كلمتين هكا تدخل بعضهم. فقال له يا أمير المؤمنين عجبت في الناس لأمرين، أمر قدره الله لك فلن ينله غيرك ولو بقوة السماء والأرض، وأمر قدره الله لغيرك
فما نلته فيما مضى ولن تنله فيما يأتي. قال ففي أي هذين أفني عمري. إذا هنا العظمة، هنا اليقين، هنا الإيمان الحق. متى نكون كهؤلاء؟ متى نكون؟ القرآن إن لم يهذبني، إن لم يرق بي، إن لم يجعلني أعيش مع الله في هذا، صار سلاحا ضدي مش إما أن يكون لك أو أن يكون عليك. احفظ لك آية واعمل بها، الثانية اعمل بها، عش مع الله سبحانه وتعالى، اخشع لله. الإنسان يقرأ فإذا به دوب يقرأ آيتين بتشوف دموعه هبطت. طيب ليش هذا دموعه هبطت وهذا دموعه ما نزلتش؟ لأن قلبه رقيق. أرض طيبة معطاء كالمطر نزلت فأنبتت. علما بأنه نحن سبحان الله، شوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى. حبة الجلجلان شوفوا قديش زويدة. حبة الجلجلان خلق الله في بطنها غذاءها يتتقوت منه إلى أن تخرج إلى وجه الأرض. بس خرجت وشقت وجه الأرض تأخذ رزقها من الله. من الذي أعطاها المدد والعون؟ رب. ما من حبة إلا وفيها قوتها. لكن مشكلتنا نحن نرى النعمة وننسى المنعم. أنت عندما تنظر إلى هذا البرع، أنا مرة في زيارة لي آيتين من آيات الله في صحراء سيناء، آخر سيناء بعد شرم الشيخ، بعيدة عن شرم الشيخ، منطقة 8 كيلومتر اسمها رأس محمد. منطقة تاركينها محمية. فبحر ملتقى بحر العرب والخليج والقناة، خليج السويس ملتقاهم هاك باش تخرج للخليج العربي. فسبحان الله قطعة قريبة من البحر رملية. الموج ساعة إذا قام الموج تريف من ماء البحر ويجي على هالرمل وبخلي مساحات من الماء. حول هالمساحات في يمكن 20 أو 30 شجرة خضراء سبحان الله فقط في هذه الأرض. خضراء، خضار جميل جدا جدا. فجيت أنا عملت هكا، والله مالح الماء. فقلت للمهندس اللي مرافقنا في الرحلة، قلت له لك يا ابني هذا ماء مالح. إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له الشجر أخضر. قال لي سبحان الله يا سيدي، هذه الأشجار رب العزة خلق فيها فلتر، فلا تأخذ من ماء المالح إلا الحلو، بتصفيه فتأخذ الحلو فتعيش عليه. فسجدت لله، قلت له يا حبيبي يا الله ما أعظمك، إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه معجزة وجدتها. المعجزة الثانية في صحراء عمان، أزهار طبيعية خلابة جميلة جدا جدا لا تجدها في الأرض الصالحة. هذه كيف؟ نحن عندك زرعة بتجيب لها طريف ماء وتصب لها، بتصب في التراب فالماء ينزل لتحت، تتغذى منه العروق ثم يندفع به النسغ إلى أعلى فتزهر الأوراق. مش هكا. هناك ما ثماش ماء، بخار البحر، بخار الماء الذي يأتي من البحر تحمله هذه الرياح. فالله خلق هذه الأزهار، خلقها تتغذى من فوق وتعطي إلى تحت، ما بتاخذ من تحت وتعطي إلى فوق. فيبقى الندى، يبقى الندى قبل أن تشرق الشمس فوق هذه الأزهار فتمتصها لتعطي الغذاء إلى أسفل.
نبات أو ورود، والأزهار حظها من الماء، فجاءت أشعة الشمس لتجفف ما بقي من بخار الماء. من الذي خلق لها رزقها؟ من الذي أرسل لها غذاءها؟ من الذي قدر لها أقواتها يا جماعة؟ ألا يحب؟ ألا يعشق؟ طيب نحن نريد لا نقف، يعني أنا عندما أقف أقول لك ليس المقصود أنا أقول الحمد لله رب العالمين. أنا لو جيت بيش أخي شكيب رجل مسؤول كبير وخدمني ابني في الوزارة مثلا، فأنا أريد أن أشكره، نجي لعند حافظ ونجي لعند خالد وجاه ربي يا جماعة نحب نبعث جواب دلول هكا مضروب بالسفول، يعني ما نعرفش نكتب، فمكتب لي لا زيدني، زيد سطرين ثلاثة، شو 4 سطور ما تكفيش، زيدني. وبتختار الديباجات والكذا حتى تليق بجناب مقام سيدي شكيب. ولكن قال لك عبدي أنا خلقت العامي والمتعلم، خلقت البسيط وخلقت كذا، فأعلمك كلمتين إن قلتهما بلغت مرادك في شكري، فعلمني الحمد لله. يستقيم فيها الفقير والغني، يستقيم فيها الجاهل والمتعلم، يستقيم فيها الكبير والفقير. أي إله هذا؟ أي عظمة هذا؟ أي معبود هذا؟ ألا يحب إخوة الإيمان؟ ألا يحب؟ نحن نريد أن ننظر إلى هذا الإله نظرة العاشق الولهان. هذه غايتنا، هذا هو رجاؤنا من هذه الدروس، من هذه الصلاة، من هذا الذكر، من هذه العبادة، لنعيش مع الله، لنعيش في رحاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أذن ولا ما؟ نسمع الأذان وبعد نكمل. نسمع الأذان، لا نسوي الدعاء بعد الأذان إن شاء الله. إن شاء الله. واصل تو كي باش يرد تو يقول لنا ما غاديك هيبه. فهمنا إذا فالقضية قضية حب وعشق. إذا وصلنا إلى ذلك ماذا يصبح؟ يصبح المعشوق المحبوب هو غايتك، فكل شيء في ذلك يهون. نحن لما بنجي بنقول مثال بسيط جدا، ناخذ خالد هالمرة. خالد يجي نقول له أنا أبوه، نقول له يا خالد اسمع راك باش نخطب لك منجية. يا بابا ما نحبهاش، بالغصب عنك منجية باش تاخذها. يا بابا والله ما نحبهاش، ما هيش مني، بدك تاخذها. بخرج مع منجية، دوب اللي يخرجوا أول الطريق ياه نسيت يلزمني ناخذ أمي على الطبيب، ما أنا أخلي الغدوة، وعندي صاحبي نسيت أعطيته موعد، يا كيف يهرب منها. فإذا خطبنا له من يحب بخرجوا ما عندوش فلوس ومزمرين وبقعد على الرمل وبقعد على الصخر وبياكلوا لهم هكا طريه في قلوبه وهن اسعد مخلوقين في الدنيا. نقول له لماذا؟ يقول لي لانني جلست مع من احب. نحن اخوه الايمان نريد ان نجلس ولله المثل الاعلى، نريد ان نجلس مع الله نتعبده نناجيه نبثه همومنا. أجمل لحظة تعيشها في رحابه، لا مش إنه مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ثم مباشرة. إن ما عندك عمل اذكر، اجلس خذ وردك، سبح تسبيحك، ناجي الله مناجاتك، أنت في خلوتك احكي معه.
فهو القريب وهو المجيب وهو الحبيب. نحاول أن نعيش إن 5 دقائق سووها كل يوم. تحدث معه. ماذا عندك من هموم من شجون؟ احكي معه. أنت بتحلم بحياتك أنك تجلس مع وزير باش تحكي له مشكلتك، فلما الوزير هو الذي سيحدد لك الوقت والتاريخ والفترة الزمنية والموضوع، في حين أنك عندما تجلس مع الله أنت الذي تحدد الموضوع وتحدد المكان وتحدد الزمان وتحدد الفترة. أي كرم هذا يا جماعة؟ ألسنا ملوكا بالله؟ إذا نحتاج إلى هذه الجلسات الإيمانية. ربي خلق لنا العقل، والعقل هو اللي اعطاه المولى عز وجل. اللهم لك يتحدث انه يهدي وربي. اللهم لك الله يجزيك الخير. لذلك شيء جميل جدا، هذا الذي نحتاجه. نحاول كل يوم نجلسونا 5 دقائق مع الله. اقطعها من وقتك وحدك في بيتك. اجلس معه، اجلس بانكسار، اجلس بذل، اجلس بتواضع. نحن للأسف عدم مؤاخذة إخوة الإيمان، نحن بنشوف لما باش تدخل على البروتوكول باش تقابل مسؤول بتقول لك ما تحلش ساقيك مضبوبين، ما تحط الساق على ساق، ما تعملش هكا، راك في حضرة رئيس، في حضرة ملك. تعرفوا وقت اللي واحد باش يقدم أوراق اعتماده من السفراء بيجعلوا بينه وبين هذا تقريبا 1.5 متر. لماذا؟ لأنه إذا قدم ورقته عليه أن ينحني، وممنوع يعدي الخط الأحمر لأنه بصير قدامه بدله، لا يلزمه يعمل هكا ويطبس. فنحن نحاول أن نجلس بكل أدب، بكل خشوع، بكل انكسار، بكل ذل بين يدي الله. 5 دقائق في النار، 3 دقائق في النار، نحدثه ويحدثنا، نناجيه يسمع النداء. وبنشوف سبحان الله أجمل لحظات عمرك. خلينا نعيش مع الله، نجربوها وبعد قولوا لي ما هو الرياكشن بتاعكم، الانطباع بتاعكم، وإن شاء الله لا يكون إلا خير. ماذا بقي من الوقت؟ دقيقة. كملنا بعد الأذان إن شاء الله الدعاء، وأنت باش تأمن هكا من قلب وتقول يا ربي آمين. شيخ لا سؤال. تفضل. فما عباد يصليوا هناك في الجامع كل يوم يقرأ في القرآن، ولا تدخل من الباب تلقاه يقرأ قرآن وأنت تسألوا فلوس، تسألوا مال. بعد إن شاء الله الله يفتح. يا الله
يحيي ويميت. نتوجه بالدعاء إن شاء الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الجود والكرم والمجد، كلنا لك عبد. يا ربنا صل على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على حبيبك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. يا رب ننظر إلى ذنوبنا فنخاف، وننظر إلى رحمتك فنفرح، نستحي أن نسألك، وقد كثرت ذنوبنا وقلت حسناتنا، ولكنك أنت الذي علمتنا الدعاء، وأنت الذي وعدتنا بالإجابة، أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا الله يا كريم، أنا أدعوك بلسان عصاك أم بلسان سبحك ومجدك وذكرك. أنا أدعوك يا حبيبنا بقلب لاح عن ذكرك أم بقلب مخبت أواه في حبك. هذه أكفنا مرفوعة إليك يا أكرم من أعطى، يا خير من سئل، يا ذا الحبل الشديد، يا ذا الأمر الرشيد. نسألك يا حبيبنا الأمن يوم الوعيد، نسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك يا مولانا غفور ودود. اللهم نعوذ بك من غنى يطغينا، نعوذ بك من فقر ينسينا، نعوذ بك من صاحب يؤذينا، نعوذ بك من عمل يخزينا، نعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا. يا حبيبنا يا الله، لحظة في رحاب قدسك خير لنا من الدنيا وما فيها. في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن نجلس بين يديك، نناجيك فتسمعنا، نسألك فتعطينا، تطل من عليائك فتقول يا ملائكتي هؤلاء من جلسوا في رحاب يذكروني، هؤلاء من تركوا الدنيا وجاءوني. أيسألونني مالا يجمعونه، أيسألونني دنيا يصيبونها، أم يسألونني عفوي، أم يسألونني رحمتي وعزتي وجلالي. ما وقف ببابي سائل يسألني إلا أعطيته، وما استجارني مستجير إلا أجرته، وما استعاذ بي مستعيذ إلا أعذته. وها نحن يا الله جئناك بشوق المحبة ضيوفا، ألا تكرمنا وأنت الكريم، ألا ترحمنا وأنت الرحيم. يا الله يا كريم، نسألك يا الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا. نسألك عملا متقبلا، نسألك يا حبيبي توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ما أجمل الجلوس بين يديك يا الله يا كريم. لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. ألهم نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل الجنة مأواهم ومأوانا.
يا حبيبي يا الله، إني أحقر من أن أرفع إليك أكفي فأدعوك فتستجيب، فعسى أن يكون ممن حضر هذا المجلس من هو أقرب إليك مني، فتقبل منه يا رب العالمين، وانفعنا ببركته يا الله يا كريم. اللهم هذا الليل قد أقبل وهذا النهار قد أدبر، فاكتب لنا خيرا واصرف عنا شرا، واجعلنا من التالين لذكرك، الشاكرين لنعمائك، المسبحين بآلائك. أجب دعانا بكرمك مولانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصلي مين انت؟ انت ليه؟ الله يبارك ماشي كمل السؤال. فيك. الله يسلمك. بعد السلام. شوف يا أخي الكريم، هو الأصل فيه أن يتقي الله فيك، والأصل فيه أن يرد لك أمانتك. لا نحكي أون جنرال بشكل أن يرد لك أمانتك. لذلك عليه أن يكون القرآن شفاء له بدل أن يكون نقمة عليه، لأنه الله يتنازل عن حقه لمن أحب، لكنه لا يعفو عمن سلب حق أخيه. فنسأل الله، ندعوه دون أن نعلم، ندعوه أن يتقي الله فيك إن كنت صادقا، وأن يرد لك أمانتك، وأن يكون هذا المجلس مجلس رحمة يرق فيه قلبه فيستجيب لنداء الحق، فيكون من أهل الله وخاصته فيعطيك حقك. نسأل الله ونخلص، لكن إياك دائما ادعو له بالخير. قل اللهم اشرح صدره حتى يفي بدينه، اللهم يسر له، اللهم ارزق. نحن علمنا الحبيب المصطفى ألا ندعو إلا بالخير. لماذا؟ لأن المؤمن لا يخرج منه إلا خير. أحبكم في الله إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا